الديوان الملكي الأردني يعلن موعد عقد قران ولي العهد والسعودية رجوى آل سيف. جاء ذلك في تغريدة للديوان الملكي الأردني على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم بعون الله وتوفيقه عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وولي العهد المعظم على الآنسة رجوى خالد السيف في 12 من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي. ويذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض في 28 إبريل عام 1994، وهي الشقيقة الصغرى ل3 أبناء هم فيصل ونايف ودانا. وبعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت رجوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في نيويورك. وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في منزل والد رجوى بالعاصمة السعودية الرياض، وكان نشطاء قد أبرزوا مقاطع فيديو لموكب ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله والعائلة الهاشمية لخطبة السعودية رجوى آل سيف. ويظهر في موقع الفيديو المتداول وصول الموكب الذي كان يقل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعمه الأمير الحسن بن طلال وعدد من الأمراء. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.